شلون قلنا ندري انه الحجر مناسب؟ اللي صار يدندن. حلو، عشان بس ما يطرطع ويتكسر. خلاص كافي بموزق، ترى داو 5 حبات او 4 حبات. يا سلام. الان وزناه، بننظف نغسلهن ونشب عليهن نحط الدجاج. اول شيء طريقه تقطيع الدجاج المضغوط. طبعا بنقطع الدجاج نصين، قطعه بالطريقه اللي انت تشوف انها مناسبه. اهم شيء انها تكون بالنص بالضبط من هنا، لازم يكون العظم متساوي من هنا ومن هنا. في الطريقه هذه طبعا سهله، شوف شلون كذا. بعدين هذه الدجاجه حلو، تشال الطرف من هنا، هذا يشال كله زين. وبعدين نسوي قطعه بسيطه من هنا لو لاحظتوا زين. وبعدين اكسر هذا، شفت، عشان يمشي، عشان يتساوى. ممتاز. الان الفخذ من هنا برضو، شفت شلون، واجي اكسر الفخذ من هنا عشان تجمع الدم. هذا لازم يكسر، شوف شلون تساوت زين. يبقى الصدر طبعا السكين لازم تصير حاده، فتسوي بو كذا تفرده. خلاص الان دجاج المضبي جاهز. يوم ينفرد على الحجر، تفرده على الحجر، نقول على الجمر، تفرده على الحجر تجي متساوي 100%. تبله وعلى الحجر. يسلم يديك. قال يسلم. نجي للتتبيله زين. ماجي ابيض، طبعا هذه تتبيله المطاعم، شيء بسيط بس تطعيم. ها حلو، وملح وكمون. الكمون ذره ترى لا تذكر، وفلفل اسود. شفتوا؟ ما ابي عليها بهارات كثيره علشان ما تحرق، لان البهارات لو صارت كثيره احرقها. بندعكها شوي كذا ونتبله من مع الجهتين، برضو مع الجهه الثانيه على شوي ونصفهم فوق بعض ونخليه لمده تقريبا ساعه، وبعدين على الجمر. بس يحتمي جمر يصير جاهزات ان شاء الله. بسم الله. الله عليك، يا سلام. خلاص كذا اندسم على الحجر، بننزل عليها الدجاج. ها سلام. اليوم بنخليه مضبي على نار هاديه، بنخليه عشوائين. عشوائين هاي. نعم العشاء الثاني جاء. ما شاء الله ما شاء الله، هم العافيه والله. طبعا اول ما يوضع كذا على بطنه شوي وبعدين يقلب. الله يا سلام يا سلام. ايش تقول يا ابو مرزوق؟ مضبي على نار هاديه. الله، شوف ذي بالله، اقلب ذي، اقلب. اللهم صل على محمد. شوف احلى نكهه. نرفع على يا سلام. شوف شلون استوان برواقه، ما شاء الله تبارك الله. شوف الماضي كيف مستوي مرزوق. والله رياه ذايب متقطع ومقرمش. سوا بالعافية، ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. طبعا طبيعة المضبي يجي لونه كذا، في حمارة شوي، لأنه مشوي على الحجر.